السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم عبد الله محمد من قناتكم حياة الريف المصري. فيديو النهاردة يا جماعة عن موضوع مهم جدا جدا، هو ازاي انك انت بتبقى شغال كويس في الارانب ومع ذلك بتيجي تبيع الارانب او بتيجي تحسب حق العلف وتمن الارانب اللي انت بعت بيها، بتلاقي طبعا التمن اللي انت بعت بيه او المكسب بتاعك مش كبير او مفيش مكسب تقريبا. فيديو النهارده يا جماعه مهم جدا لكل مربي. قبل ما نبدا الفيديو اعملوا لايك للفيديو، واللي لسه مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. اول حاجه يا جماعه لازم تاخد بالك كويس قوي ان الارانب النهارده في ظل الغلا اللي احنا فيه بتكسب اكتر من الاول. يعني الاول انت كنت بتبيع كيلو الارانب ب35 جنيه، وكانت شكارة العلف كانت بحوالي 150 جنيه، فطبعا اللي هي ال25 كيلو أو 175. فطبعا النهاردة بتبيع كيلو الأرانب ممكن يوصل لحد 110 و120، وشكارة العلف في متوسط 450 جنيه. فطبعا تمن الأرانب يا جماعة زاد حوالي 3 مرات أو أكتر من 3 مرات، وتمن العلف برضه تقريبا هي نفس الزيادة أو يمكن ما زادش نفس الزيادة كمان. بس اللي بيخليك تخسر او اللي بيخليك ان انت تلاقي المكسب بتاعك في الاخر مش كويس او مش كبير، او ممكن ان انت تخسر كمان. الموضوع يا جماعة ان التكلفة زادت، فطبعا اقل ارنب بيموت، اقل مش بتشتغل كويس، اقل حاجة عندك بتخلي المكسب بتاعك ياكل بعضه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عندي ارنب كان بيتكلف 30 40 جنيه على ما يكبر، وببدأ ان انا ابيعه ب 100 جنيه ولا حاجه ولا ب 150. النهارده الارنب انت ممكن تبيعه 2 كيلو ب 220 جنيه او ب 240 جنيه، بس طبعا التكلفه بتاعته زادت. يعني الارنب ده لو مات بدل ما كان بيتكلف عليك 30 40 او 50 جنيه، النهارده ممكن الارنب يتكلف عليك 100 و100 وشويه. فطبعا الارنب لما يموت بدل ما كنت انت بتخسر 40 او 30 جنيه بتخسر 100 وشويه. فبتيجي لو ارنب او اتنين ماتوا او تلاتة بتيجي تحسب المكسب ما تلاقيش مكسب. نفس الحكايه يا جماعه بالنسبه للامهات اللي هي بتبقى في المزرعه، اللي هي مش شغاله كويس، بتاكل وخلاص، ما بتلقحش كويس، بتفوت في التلقيح، بيجي لها امراض كتير. طبعا الامراض يا جماعه برضو زي ما اتكلمنا عليها في فيديوهات كتير قبل كده، بتبدا ان هي تبوظ المزرعه وبتخش للمزرعه عن طريق الاهمال، والامهات اللي هي المناعه بتاعتها ضعيفه. فطبعا لازم طول ما انت شغال تبدا ان انت تختار جميع الامهات اللي بيجي لها امراض كتير، اللي بيجي لها جرب كتير، اللي ممكن يجي لها التهاب ضرع، اللي مترضعش كويس. كل اي ام عندك مش شغاله بنسبه 100% لازم تطلعها من المزرعه فورا. لو اشتغلت ب5 ارانب بس شغالين 100%، احسن ما تشتغل ب10 ارانب ويكون فيهم 2 3 4 بيشتغلوا حبه وبيركنوا حبه. وطبعا هيسببوا لك الخساره نتيجه ان انت بتعالج وبتزود العماله عشانهم وبتزود العلف عشانهم. طبعا بياكلوا علف وما بينتجوش، وكهرباء وميه والكلام ده كله. فطبعا دي النقطه اللي حبيت اوضحها لكم في الفيديو بتاع النهارده. قبل ما ننهي الفيديو يا جماعه اعملوا لايك للفيديو، واللي لسه مش مشترك في القناه يشترك. طبعا احنا كنا غايبين على الفيديوهات بقالنا فتره، بس ان شاء الله الفتره الجايه هنكون معاكم على طول. بكده بنكون وصلنا لنهايه الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.